السلام عليكم. اليومين دول موسم تخزين البصل، في ناس بالفعل خلاص خزنت، في ناس لسه هتجيب. الطريقة دي اللي انتوا شايفينها متعلق بيها البصل توارثناها عن اهالينا من زمان، اللي هي كل مجموعة من البصل كده بتتعلق بحبل، بتتربط بحبل او قطعة من القماش وتتعلق في المكان على مسمار، على حديد، على اي حاجة. المهم ان دي الطريقة المتعارف عليها وفعلا بتحافظ على البصل. لكن قبل نهاية السنة بنلاقي كتير منه جدا فضة وزرع وكده، فلقينا طريقة تانية أفضل بتديني مدة أطول شوية للحفاظ على البصلة، خصوصا طبعا بعد الأسعار ما زادت زي ما انتوا شايفين. ايه الطريقة؟ بنقلب بقى الشرش بتاع عفوا الرابطة بتاعة البصل، بدل ما كانت البصلة تحت والعرش بتاعها فوق، لا احنا هنقلب بقى البصل يبقى البصل هو اللي فوق والعرش بتاعها تحت. طب ايه الفكرة من الطريقة دي؟ ان احنا بنحاول نقلل من كمية السوائل الموجودة في البصلة، بانها بتنزل على العرش لتحت وتنشف معاه، تمام. وبالتالي بنقلل فرصة ان البصلة تزرع من المية اللي موجودة فيها كتير او الرطوبة اللي بتبقى موجودة فيها. الخطوة التانية كمان اللي هي الشوشة اللي بتبقى موجودة في راس البصلة دي كمان بنقصها. يبقى انا عندي خطوتين، بنقلب البصل بحيث يبقى البصلة فوق العرش بتاعها تحت، وكمان بنقص الشوشة اللي موجودة في راس البصلة دي. تمام جدا. ودي كمان برضو من الحاجات اللي بتحافظ على البصلاية بتاعتي ناشفة معايا لغاية يعني اقول قرب برضو نهاية السنة، لانك هتلاقي برضو بعض بصلاية فضت، بعض بصلاية زرعت، وده وارد طبعا. بس احنا بنشوف طريقة تحافظ لي على اطول فترة ممكنة من التخزين بتاع البصل بتاعي، يفضل فيها سليم وكويس. زي ما انت شايفة كده هتكون دي الطريقة ان شاء الله اللي تعتمديها باذن الله على طول، لان هتجيب معاكي نتيجة كويسة جدا. زي ما انت شايفة. طب ده لو انا عندي مكان سواء في البلكونة او فوق السطح او ما الى ذلك. طب لو ما عنديش مكان اعمل ايه؟ هتجيبي البصلاية وتلفي العرش بتاعها اللي فوق ده كويس جدا، بحيث تقفلي الرقبة بتاعة البصلة على قد ما تقدري، وبرضو تقصي الشوشة اللي بتبقى موجودة في راس البصلة من ورا دي، وتبقى البصلة معايا بالشكل ده. طيب وحطها في مكان بقى زي ما انت شايفة، حاجة كبيرة مفتوحة واسعة كده، بحيث يبقى واصل للبصل اكبر كمية من التهوية، وفي نفس الوقت تكون بعيدة عن الشمس. يعني انا عايزة مكان هاوي كويس جدا، وكمان بعيد عن الشمس، ودي اهم نقطة. ويكون مرفوع الحاجة اللي انا هخزن فيها البصل بتاعي عن الارض، يعني احطه على مثلا حاجة عالية، بحيث ان ما يبقاش الرطوبة طايلة البصل من تحت. طبعا ممكن تحطيه في مشنة زي كده، ممكن تحطيه في مثلا قفص فاكهة فاضي بيبقى مخرم من كل الجناب، وكمان بيبقى كويس جدا لتهوية البصل، ويفضل معانا البصل بالشكل ده ان شاء الله اطول فترة ممكنة، من غير ما يزرع ومن غير ما يفضي وما الى ذلك. البصله بقى لما تيجي تشتريها، لو انت حتى بتشتري الاكل، لاحظي دايما ان تكون البصله مقفوله من فوق. اوعي تجيبي البصله الراس بتاعتها مقطوعه كده، لان ده هيقلل من عمرها جدا، وهيخليها تزرع بسرعه، وكمان تفضي او تخرب. يا رب يكون الفيديو عجبكم، قصير سهل. اشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير. مع السلامه.